توكلت على الله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أي دولة أخرى أو أي حاكم آخر لو فعل ما فعله النتن أو الصهاينة من قصف المخيمات فتخلف جثثا محروقة لأطفال ونساء بصورة مروعة يندى لها جبين الإنسانية، أو ما فعله ممثل الصهاينة من تمزيق قرارات الأمم المتحدة أمام أعين الناس وأعين الدول، أو ما فعله من تحد علني لقرارات محكمة العدل الدولية، كل ذلك لو فعله أي حاكم آخر أو دولة أخرى لقامت الدنيا ولم تقعد، ولخرج الخرف مزمجرا ومهددا وناعتا له بالإرهاب والتمرد على الشرعية الدولية. لكن الديمقراطية والحرية الأمريكية وذيولها خداعة وتكيل بمكيالين، فتمنع ذلك على البعض وتبيحه لابنتها المدللة دولة الصهاينة كما يعبرون. فأي منطق هذا؟ وأي عدل هذا؟ وأي ديمقراطية أو حرية؟ بل هو مجرد استكبار وعتو وظلم وإراقة دماء، إذ تغلق عينيها وتصم أذنيها عن تلك المجازر والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، فتدافع عن السامية من جهة وعن المثلية من جهة أخرى، وتتغاضى عن كل إبادة ضد الأديان الأخرى، وتقف بالضد من كل حرية غير حرية بني صهيون وأبناء الشذوذ. فإن كان السكوت عما يحدث في غزة من باب تقليل البشرية فابدأوا بأنفسكم، فأنتم الذين تقضمون خيرات العالم وتلوثونه بتكنولوجيتكم وأفكاركم السامة والملوثة. ولا تبدأوا بالفقراء والمستضعفين ممن تعتبرونهم دونكم من دول العالم الثالث. وللعالم رب يحميه ويطعمه ويسقيه، فوالله ما فريتم إلا جلدكم وما جززتم إلا لحمكم. ثم من ذا رضي بكم سلطة تتحكمون برقاب العالم ودمائهم وأقواتهم وحرياتهم ومصائرهم وكرامتهم؟ فما أنتم إلا أوهن من بيت العنكبوت، فما رأيكم إلا فند، وما أيامكم إلا عدد، وما جمعكم إلا بدد. فكيدوا كيدكم واسعوا سعيكم وناصبوا جهدكم، فوالله لن تمحوا غزة ولن تميتوا فينا العزة، فالعزة لله وللرسول ولأهل بيته الخيرة وللمؤمنين البررة، ولن يزول عنكم عار ما تفعلونه فيها أيها الخنازير والقردة. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا في دياركم وستصلون نارا تلظى، فإن وعد الله قريب والله لا يخلف الميعاد. وشكرا لكم.